السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع في القناة. ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو على خير واحوالكم طيبة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد لي ساندويتشات اللي ممكن انكم تحضروهم لاي وجبة، سواء للغداء او العشاء، او تصيفطوهم مع وليداتكم للمدرسة ولا الناس اللي خدامين. نوجدوهم بواحد الحشوة اللي ساهلة وبنينة بزاف، وكتبقى من ابسط والذ الحشوات اللي ممكن انكم تجربوها. وانا اكيده ملي غادي تجربوهم غادي يعجبوكم ويوليو ان شاء الله معتمدين عندكم. فكنتمنى اقتراح ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا باللايك الفيديو وشي تعليق زوين. وما نطولش عليكم، دوزو بسم الله لاستعراض المقادير مع طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها، كناخذ الدجاج ديالي، صدر الدجاج كنكون غسلاه من قبل مزيان، كنقطعو لهاد مرصوات اولا شرائط طوليه كيف ما موضح لكم في الفيديو. بالنسبه للكميه درت انا 600 غرام، وانتم كديروا على حسب عدد افراد عائلتكم. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال صلصه الصوجه، معلقه كبيره ديال الموطارد الخردل اللي يمكن لكم تعوضوها بجوج معالق كبار من الياغورت المسوس دانون طبيعي، جوج فصوص ديال الثوم اللي كنكون حكاهم. وفي التوابل غادي نحتاج شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، ما كنكثرش الملحه بحكم الصلصه الصوجه كتكون مالحه، والدجاج اصلا سبق لي وصلته بالملحه. كندير معلقه صغيره ديال توابل الدجاج، معلقه صغيره ديال السكينجبير، وشويه ديال الهريسه للتنسيم اولا كتستعملوا الفلفل الحار السودانيه. صافي غادي ندخل هاد التوابل في داك القطع ديال صدر الدجاج مزيان حتى كنتاكد ان اي قطعه تشربت ليا ديك التوابل. عاد غادي نوضعو جانبا، وغادي نخليه جاد واحد ساعتين او لا ساعه المكانه. وحتى بالنسبه للاخوات اللي كانوا مزروبين يمكن لكم مباشره طيبوا، غير هو كل ما بقى فهاد التتبيله كل ما كيجي لذيذ حسن وكيجي فتي. انا هنايا من بعد ما دازت واحد الساعتين عاد دزت نطيبو. كندير في المقله الكميه ديال الزيت اللي غادي تكفيني. وانا هنايا كنت نسيت الابزار ما ضفتوش في الاول، كنعتذر. كنزيد واحد شويه ديال الابزار مع ديك التوابل، وصافي غادي نخلي هاد القطع ديال صدر الدجاج يتشحروا. راه ما كياخدوش وقت اللي هو طويل، 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه كيصبح واجد. راكم عارفين الدجاج ما كياخدش وقت طويل في الطهي. كنخليه حتى كيتشحر ليا مزيان وكينشف تماما. انتم لاحظوا معايا كينشف نهائيا. في نفس المقله غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت، واحد البصله اللي كتكون كبيره كنكون مشلضاها شرائط اللي هي طوليه، غادي نخليها حتى تذهب وتنزل ليا. عاد غادي نزيد عليها الفلفله. انا استعملت هنايا شويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال الفلفله خضراء، نتوما المهم كديروا اي نوع ديال الفلفل كان متوفر عندكم. غادي نزيد عليهم شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، وغادي نخليهم يكملوا التشحار مع بعضياتهم. صافي هنايا اخواتي غادي ندوز باش غادي نبدا نعمر لي ساندويتش ديالي. كنحتاج لي باغيط، انا خديت هنايا الجاهز، اللي بغات تصايبهم في المنزل كان احسن. وغادي نستعمل هذا الجبن هذا اولا هذا الفرماج اللي صراحه كيتقام اقتصادي بزاف وغادي ينفعكم في المطبخ. يعني كتستعملوه في اي حشوات واي حاجه مالحه كديروا بها، يمكن لكم حتى شي حاجه حلوه. فيه كيلو والثمن ديالو غير 50 درهم. غادي ينفعكم بزاف في المطبخ ديالكم. اولا كديروا غير الجبن العادي المثلث اولا المربع، المهم كتستعملوا اي نوعيه ديال الجبن بغيتو. من بعد كندير الخس اللي كنكون مقطعاه، شرائح ديال صدر الدجاج اللي شحرنا. غادي ندير فوق منهم ديك الفلفله مع البصله،
كندير غير شويه غير باش كنسم. الاخوات اللي ما كيبغيوش الفلفله ولا البصله يستغناو عليها، ماشي ضروري. حتى الا بغيتو ديروا ماكاك خضر وتزيدوا عليهم حتى مطيشه مزيان. المهم كديروا داكشي اللي بغيتو نتوما وتشهى الخاطر ديالكم في هاد لي ساندويتش. كنزيد هنايا الصلصه الجزائريه اولا المايونيز، الكيتشوب، هذه صلصه الهمبرغر. المهم كديروا اي صلصه كانت عندكم. واخر حاجه غادي ناخذ هاد شرائح ديال الجبن اللي خاص بلي ساندويتش، كنقسمهم على جوج كيجيو هكا على شكل مثلث. كيعطي واحد المنظر اللي زوين. وانا في لي ساندويتش كيعجبني نخدم بهاد الجبن الاصفر احسن من هذاك البيض. هذا هو الشكل ديالو. صافي انا هنايا اخواتي غادي نكمل هاد لي باغيت ديالي غادي نعمرهم كاملين. وبالنسبه لهاد الحشوه اللي شاركت معكم راه عمرت ليا 6 ديال لي باغيطات. نتوما غادي ديروا عاوتاني عينكم ميزانكم على حسب الافراد العائله ديالكم، تزيدوا اولا تنقصوا. كيف ما شفتوا معايا راه ساهلين دغيا كيوجدوا. جهد ساعه المكانه كاع كيكونوا واجدين اولا قل. هذا هو الشكل النهائي ديالهم اخواتي. ما شاء الله كيجي الشكل ديالهم متيول وكيفتحوا النفس. انا هنا غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي الحشوه من الداخل. بسم الله. كتجي بنينه ولذيذه بزاف. فهاد لي ساندويتشات غادي ينفعوكم مع وليداتكم المدرسه اولا الناس اللي خدامين ولا هكا ديروهم للغدا ولا العشاء. كنقدمهم لكم اخواتي بالصحه والراحه. وكنتمنى اقتراح ديال اليوم يكون عجبكم ونال استحسانكم. ما تبخلوش عليا حتى نتوما بلايك الفيديو وشي تعليق وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وطبيعه الحال الا عجبكم. ونقدر نقول لكم غير تهلاو في راسكم وشكرا بزاف على المشاهده ودمتم لنا اوفياء. مع السلامه.